النهاردة هتكلم مع سنة رابعة حبايبي، وخاصة قسم بايو. هنتكلم عن نعمل ايه علشان نتخرج. طبعا احنا في سنة رابعة و... وعايزين نتخرجوا. طبعا اخر سنة، كل سنة وانتم طيبين والف الف مبروك، وربنا يا رب تتخرجوا كده على خير ان شاء الله، وتفرحوا بالتخرج كده ان شاء الله. وعايزه اقول لكم يعني نصيحه من اختكم: استمتعوا بالسنه دي في الدراسه، خصوصا مع زمايلكم. افرحوا كده وخلوا الفرحه تخش قلوبكم، لانها هتبقى سنه هتفتكروها طول عمركم. فهنتكلم النهارده عن اول سؤال. طبعا ناس كتير بتسالني. انا طبعا اللي متابعني هيعرف من فيديوهاتي ان انا طالبة. كنت طالبة سنة خريجة 2019، كلية زراعة سبا باشا، قسم بايوتكنولوجي. وحاليا بعمل ماجستير في الوراثة. فناس طلبة كتير، طبعا أنا بقابل طلبة وكده. فطلبة كتير بتسألني بتقولي نعمل ايه علشان نتخرج. طبعا هو السؤال يعني سهل جدا، ما فيش يعني ما فيهوش اي معضله. يعني انا دلوقتي كطالب مريت بسنه اولى والحمد لله طبعا. ومريت بسنه تانية الحمد لله برضو عدت على خير. ومريت بسنه تانية في تالتة وبرضو الحمد لله عدت على خير. اكيد في رابعه يعني مش هتبقى فيه طبعا حاجه جديده، يعني مش هيفتكسوا افتكاسات جديده، مش هيطلعوا امتحان جديد، امتحان غريب، لا. برضو ان شاء الله هتعدي على خير، هتبقى برضو امتحان ودراسة مذاكرة عادية جدا، ومفيهاش اي مشكلة. بالنسبة بقى لقسم بايو، طبعا في سؤال ملح طبعا، ان هو طبعا من اول قبل ما ندخله ان هو بيقولك ان مواد سنة رابعة كلها بالانجليزي. بصوا يا جماعة، بالنسبة لحكاية الانجليزي دي طبعا احنا يعني ما فيهاش مشكلة، لان احنا طلبة علمي. الانجليزي ده اصلا يعني مكتوب ملزوم علينا، يعني طول حياتنا لازم. حتى احنا يعني المواد الاحياء وكده بناخد مصطلحات بالانجليزي معروفة. فحكاية الانجليزي دي سهلة ليه بقى؟ لان هي بتبقى الانجليزي ما يبقاش انجليزي عادي، ده بيبقى انجليزي علمي يعني بيتشرح. فالدكاترة بيشرحوه، فانت هتبقى بتفهم فاهم الانجليزي، فانت بتاخد معاك خبرة. بتبقى انت كطالب بايو طبعا بيبقى متميز، لان هو بيبقى معاه بتبقى المواد بالانجليزي، فبيبقى معاه خبرة كمان في اللغة. ليه؟ لان انت غصب عنك هتذاكر الانجليزي، فالانجليزي هيبقى معاك اساسي، فهتاخد فيه خبرة طبعا، خبرة جامدة. لأن الدكاترة يعني هيبقى معاك أساس طبعا الدكتور نادر، بابا نادر، دكتورة أميرة، وكل الدكاترة، دكتورة جيجان، مش عايزة أنسى حد بس، دكتور محمد المصري، ودكتور حسام، وكل الدكاترة طبعا. دكاترة عمالقة طبعا ما شاء الله، يعني ربنا يحفظهم يا رب. هيدوك كل حاجة بالتفصيل، هتبقى انت يعني خارج من القسم معاك انجليزي وفاهم الشرح كويس كمان. ويعني ما تقلقوش من موضوع الانجليزي ده خالص. طبعا بتوع سنة تالتة هيكونوا فاهمين الكلام ده. طبعا احنا في سنة تالتة دخلنا على سنة تالتة، خلاص احنا كده فاهمين النظام مش ازاي. طبعا هو هيبقى نفس النظام في سنة رابعة برضه، هو نفس النظام، مفيش اي تغيير يعني. هو بس الامتحانات وكده، هو طبعا بقى نفس الدكاترة وكده. فاحنا طبعا بنشوف الدكاترة الامتحان عامل ازاي، بنسألهم بنستفسر. الاستفسار مهم جدا يا جماعة. سواء طبعا بالنسبة لأي سنة طبعا أو لأي حد، لازم تستفسر طبعا. لازم يكون عندك ما ينفعش تتلقى بس، لازم يكون عندك حرية اللي هو التحرر الفكري والإبداع. حرية الإبداع دي لازم تبقى عندك، لأن هتنمي مهاراتك جدا وتنمي تفكيرك وتغير في أسلوب تفكيرك. هتلاقي ان انت بدل ما انت قاعد بتحفظ الكلام وبتصومه، لا، انت هيبقى عندك إبداع كمان، تقدر انت تبتكر
في التخصص بتاعك، ان انت مثلا آه تبدأ ان انت تقرا عن موضوع، طلع لك فكرة في دماغك، عايز تنفذها، تعمل بيها ماجستير بعد التخرج. فكر هتطلع لك افكار، مثلا ان انت عايز تعمل مشروع بعد التخرج. فحتة السؤال دي مهمة يا جماعة جدا، والاستفسار طبعا، وان انا ماخدش المعلومة كده وهسلم بيها اللي انا اخدها وخلاص. تالت حاجة طبعا، هل المواد صعبة ام سهلة ام متوسطة السهولة؟ المواد طبعا مفيش حاجة اسمها صعبة وسهلة ومتوسطة، مفيش الكلام ده. هتذاكر هتلاقي، مش هتذاكر مش هتلاقي حاجة، طبعا دي حاجة معروفة. والمذاكرة طبعا انا شارحة في الفيديوهات اللي قبل كده طريقة المذاكرة، ما فيهاش اي سهولة، ما فيهاش أي صعوبة، كلها سهل الحمد لله. انا بذاكر ازاي؟ انا بروح الكلية، انا طالب يعني سنة رابعة، يعني برضو انا طالب هي. فبحضر الكلية، بكتب المحاضرات، بسجلها او بكتبها ايا كان. وبعد كده، بعد ما اسجلها بروح البيت، افرزها طبعا وابيضها واكتبها بطريقة حلوة تكون ليا، علشان تكون مرجع ليا طبعا عشان وقت الامتحانات. ومعايا الأسئلة بجيبها من مكتبة الكلية، بيبقى فيها الأسئلة السنين السابقة. وبسأل الدكاترة برضو، بتأكد منهم إذا كان مثلا هيحطوا أسئلة جديدة، هيغيروا الأسئلة، نظام الأسئلة مثلا مش هينفع الأسئلة القديمة كده. بس برضو الأسئلة القديمة بتبقى مرجع ليه، اللي أنا إيه، بعرف يعني بقدر أعمل اختصار ملخصات للعناوين بتاعة الكلام طبعا، عشان مثلا ساعات بيبقى فيه كلام رغي كتير. فانا لما بجيب من الاسئله بقدر اعمل عناوين ليا واحط ليها الاجابه، فكده بتسهل عليا في المذاكره اكتر. نذاكر ازاي؟ طبعا انا لسه شارحه طريقه المذاكره، اللي هو بحضر الحضور طبعا، بحضر المحاضرات وبحضر السكاشن. اهم حاجه طبعا السكاشن مهمه يا جماعه، وخصوصا في سنه رابعه عشان العملي مهم جدا. هعرف اعدي منها طبعا. يعني السؤال ده طبعا لسه قايلاه، مفيهوش اي حاجه. انا دلوقتي عديت من اولى وعديت من تانية وعديت من تالتة، يعني اكيد هعدي من رابعه، سواء بقى كان معايا مواد ومعيش واللخبطه دي وفكره يا جماعه. انا عايزه اقول في حكايه، اللي هي الكورسات اللي في الصيف، او الحاجات دي اللي هي بتعطل الطلبه، اللي هم يقعدوا يكلموا بعض، اللي هم يقولوا ده معاه مواد، ده مش عارفه ايه. يا جماعه بلاش الكلام ده، لان كل واحد وليه ظروفه. انت متعرفش ايه اللي حصل له علشان يعني ياخد الماده دي في الصيف مثلا، او الكلام ده. وبعدين عادي، ما فيهاش مشكله. ماده وانا عارف انا حصل لي ظرف فيها، فانا هاخدها في الصيف. ما عطلش نفسي بقى، افضل افكر في الماده مضايقاني، الماده دي مش عارفه ايه كده، لا. خلاص يبقى انا عديت منها دلوقتي، خلاص احنا عدينا بقى ايه. او اقعد افكر ان انا في سنه رابعه اصلا كنت جايب مواد وفي سنه رابعه هعمل ايه، لا. انا المفروض ان انا يعني احنا كإنسان في طبعنا في التطور، طبعا احنا بتوع كمان علمي فاهمين موضوع التطور، وان الانسان او الكائن الحي في تطور دائم. فانا كإنسان بتطور. يبقى خلاص انا دلوقتي اخدت، حصل لي دروب والمادة خدتها في الصيف. هعمل ايه بقى انا السنة دي في سنة رابعة؟ يبقى بداية جديدة ان شاء الله، واقول ان شاء الله كده، واسمي كده، واقول بسم الله الرحمن الرحيم، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، واقول خلاص هبدأ السنة من اول وجديد وبداية جديدة، وهحضر محاضرات وهسجل وهعمل. ليه؟ لان يا جماعه زي ما قلت لكم السنه دي يعني هتبقى احسن، يعني احسن سنه في حياتكم كلها، وهتبقى ذكرى جميله جدا. فما تضيعوهاش بقى بالغياب والنوم وعدم الحضور والكسل والكلام ده، لان هتزعلوا جامد طبعا يعني. يعني الواحد هيزعل على الاوقات، يقول يا ريتني كنت حضرت كل الوقت وكده يعني. فاهتموا جدا بالحضور يا جماعه، وربنا يوفقكم يا رب. طبعا انا كنت عايزه اتكلم واقول كلام تحفيزي، طبعا ليكوا، كلام يعني من خريجه، علشان يبقى حافز ليكوا طبعا.
يعني تحطوه قدامكم. يعني اول حاجه بلاش التشاؤم يا جماعه، والتفكير السلبي ده بيضيع، يعني بيضيع الواحد جدا. انا كنت بقعد اسمع زمايلي ببقى زعلانه عليهم في اللي بيعملوه في نفسهم، وانا كمان يعني من كتر ما هم بيفكروا في التفكير السلبي وبيتشائموا، انا بقيت زيهم وبقعد احط في دماغي واشيل طب ليه يا جماعه؟ طب ليه؟ طب ما نحاولوا نضغط على نفسنا ونقول لنفسنا كلام ايجابي، زي مثلا اللي انا ادي لنفسي كلام تحفيزي على طول دايما. دايما انا كنت لما بلاقي زمايلي كده، طبعا ده غصب عننا كلنا، لان احنا بنبقى متوترين ومحاضرات وكده، فبندي نفسنا كلام سلبي غصب عننا. فلازم فطبعا انا كنت بعمل ايه؟ كنت بشوف زمايلي اللي هي طبعا ربنا طبعا يكرمهم، وطبعا انا بدعي لهم، بقول لهم ربنا يكرمكم، هم عارفين نفسهم طبعا. انا يعني والدتي خريجة علم نفس، فدايما تقول لي خليكي مع الناس اللي دايما يدوكي حافز وتفكير ايجابي على طول. من كنت التفكير ايجابي ان انت تروحي البيت انت قاعده بتفكري بتفكير ايجابي، مفيش حاجه سلبيه مضايقاكي، مفيش اي حاجه تضايقك. فانا طبعا بدعي لهم، اقول لهم الله يبارك لكم طبعا في حياتكم كده، وبقول لكم طبعا ادوا لنفسكم تحفيز دايما، زي مثلا انا اقدر، انا قدها، انا هنجح. اكتب المواد دايما في كل ورقي، طبعا اي ورق معايا ليا اكتب فيها اسم المادة واكتب جنبها امتياز. انا كنت لما انا مثلا في مادة مثلا بقراها، بس مثلا اروح كاتبة عليها تم بحمد الله وخلصت وصح، وادي لنفسي امتياز و10/10. طبعا الحاجات دي بتحفز جامد طبعا. ليه بقى؟ علشان لما انا مثلا ده كان دايما طبعا، انا كنت في فترة حياتي الدراسية قبل الجامعة كنت بطلع من الاوائل. كنت انا الاول في ابتدائي، يعني في بداية حياتي ما كنتش بطلع من الاوائل، لحد ما جت والدتي قالت لي الكلمة دي. قالت لي تكتبي المادة في جدول كده، اكتبي المواد اللي عليكي في جدول، واكتبي جنبها التقدير بتاعها. اكتبي، ما تكتبيش بقى ولا هجيب مقبول ولا هجيب، لا، اكتبي امتياز. ليه؟ اكتبي 100% جنبها. ليه؟ لما انا اكتب بنفسي اللي انا واخده في الطب فيها، كده انا قدرت ان انا حتى لو ما جبتش الطب فيها هعدي منها. ليه؟ لان انا على طول فاكره ان فيها امتياز، فيها كلام ايجابي على طول. وخليكوا دايما في ظهر بعض يا جماعه، وساعدوا بعض عشان تسيبوا لنفسكم ذكرى حلوه ان شاء الله. طبعا مطبات طبعا ان انا بتكلم عليها بقول لكم خلي بالكم منها، اللي هي اياك التكاسل. بطلوا كسل يا جماعه، وده اللي بقول طبعا، والكلام السلبي. اياك من الناس المحبطه والسلبيه والمتكاسله. بلاش يا جماعه الناس السلبيه، نبعد عنها. معلش انا صاحبتي بحبها، ماشي، انا بحبها وكل حاجه، اديها كلام ايجابي. طب هي بتديني كلام سلبي برضه، خلاص بقى هي هتبقى صاحبتي بس معلش يعني ابعد عنها. يعني هتبقى مثلا ممكن اصاحبها واروح واجي معاها، بس لازم اعرف ان هيبقى في زمايلي مخصصين كده انا عارفاهم، دول بذاكر معاهم وبعمل كل حاجه، يبقى ايه يعني، ولا ضرر ولا ضرار. انا يعني استنفعنا مع بعضينا احنا الاتنين، وكمان أنا ما ضرتش منها، علشان بعد كده ما نفتكرش الحاجه الوحشه واقول بسبب زميلتي، عشان الكلام، عشان ما اسيبش اثر سلبي لنفسي كمان ولزميلتي بعد كده. يعني انا هتضر نفسك وتضر زميلتك، عشان هي كمان هتزعل عليكي، يعني زميلتك هتزعل عليكي او زميلك هيزعل عليك. فليه؟ طب انت تقول له ازيك عامل ايه وتسلم عليه كل حاجة، بس انا عارف ان هو مثلا ظروفه مثلا صعبة الايام دي، فعشان كده هيديني كلام سلبي، فهخلي بالي منه. اللي انا مثلا اعمل اروح مع زمايلي اللي انا ايه بذاكر معاهم ويدوني نفس نفس ظروفي دلوقتي في الظروف الحالية، علشان ما يبقاش فيه تضارب ما بيني وما بين زمايلي.